السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. النهاردة هتبل الفراخ المشوية، معايا تتبيلة الفراخ وملح وفلفل، واتبلها كويس، ادلكها كويس، وادخل البصل ما بين الجلد. يلا يا جماعة، اللي ما دخلش قناة يوميات بيت العيلة يخش القناة ويفعل الجرس. دلوقتي انا بتبلها معاكم اهو، بتبلها. اهم حاجة التتبيلة، اهم حاجة تتبل كويس وتقعد في التلاجة 4 ساعات. ايوه كده مظبوط. كده انا خلاص تبلت الفراخ. انا كده هحطها في الصينيه. انا كده قعدتها 4 ساعات وطلعتها ارصها على طول في الصينيه. هرصها كلها. انا عامله فرخه واحده، تعتبر فرخه دي 2 كيلو الا ربع. انا كده هحط الفرخه اهو، وعلى طول بدخلها الفرن تستوي بقى هي مع نفسها كده. يعني ما بحطلهاش ميه، ما بحطلهاش اي حاجه تانية، هي بتنزل كل حاجتها مع نفسها. انا كده خلاص خلصتها. انا ادخلها الفرن. دخلت الفرخه الفرن اهو. انا كان عندي 3 حمامات كده قاعدين لوحدهم في الفريزر، قلت اما اطلعهم. بشوح دلوقتي الكبد بالرز بالفلفل بالملح بحته سمنه بلدي، واشوحهم كلهم مع بعض. بحط ملح والفلفل، وسبت الميه تغلي مع نفسها لغايه ما اعمل احشي معاكم الحمام. انا كنت مغسلاه ومنضفه الحمام ده في يوم تاني يعني. كده بعمل بحشيه كله، بحشيه وبجيب خل السنان وبقفلها بيه. برضو في يوم تاني هبقى اعمل لكم فيديو للحمام لوحده. بكون عاملة كمية انا واخواتي وكده، بنبقى قاعدين مع بعض وبعمل كمية، بنتغدى كلنا مع بعض كده يوم الخميس، بنقضي يوم حلو مع بعض. ابقى اعمل لكم فيديو تاني برضو للحمام. بس الطريقة دي صراحة انا عملتها وعجبتني قوي. في ناس بتسوي الرز الاول وكده، بس انا بحب ان انا اعمله من غير ما اسويه، اديله تشويحة بس مع الكبد والقوانص وكله. حشو صعب، كان لسه الرز سخن وكده، مكنتش عارفه احشيه قوي. كنت صبرت مع الرز برد، بس انا كنت مستعجله لان انا كان عندي ضيوف. انا كده حشيت الحمام خلاص، وقفلته بالخله بتاعه السنان دي، انا بقفله بيها عشان الرز برضو اما احطه في الشوربه ما يطلعش بره. انا بجربه اشوف استوى ولا لا بالخله كده. انا كده استوى خلاص. ما بياخدش حاجه في السوى الحمام الزغليل ده. يا ريت اللي ما عملش لايك يعمل لايك، ويخش على صفحة يومي بيت العيلة ويعمل لايك واشتراك في القناة. انا كده بشيل سلكة السنان واحمره بقى. الطاسة دي هعملها معاكم فيديو ان شاء الله، يعني تنظيف الطاسة يعني. انا كده هحمره. صراحة طلع حمام سكر الصراحة. الطريقة دي جميلة، ويا ريت اللي عجبه الأكلة دي السريعة دي بتاعت النهاردة يا ريت يجربها. هي مش صعبة خالص. أنا كده حمرت فراخ بس احمرت شوية مني، بس هي مش ناشفة طرية خالص. واللي هيجربها هتعجبه أوي، زي الفراخ المشوية بالظبط اللي على الفحم. واللي عايز يعمل فحمية ويحطها عليها برضو هتبقى طعمها حلو برضو. أنا كده خلصت الفراخ، ونخش بقى على الحمام أشيله بقى كده حمار. كده خلاص خلص الحمام معايا. طريقة سريعة في الأكلة دي، أنا عاملة أكلة سريعة النهاردة، يا ريت تعجبكم. ما شاء الله، أكلة جميلة النهاردة. يا ريت تعجبكم، واللي عجبه الفيديو يعمل لايك.